وصفتنا النهاردة مش وصفة عادية، النهاردة قدرت أحقق المعادلة الصعبة. عملت الماربل كيك الملكي الفخم ده ببيضة واحدة بس، وطلعت ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم ما شايفين كده هشة جدا جدا وطرية قوي، وكمان شكلها ومظهرها فخم جدا زي ما انتم ما شايفين كده. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، وما تنسيش لايك وكومنت تشجيعي منك، لأن كل كلمة انت بتقوليها لي بتبسط منها قوي. وما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ بإضافة المكونات. أول حاجة هضيف معايا كوباية وربع من الحليب، والحليب يكون دافي. أما بعد كده هضيف معايا 10 جرام من الخميرة الجافة، وبعد كده 90 جرام من السكر الحبيبات ما يعادل 4 معالق كبار ممسوحة. بعد كده هنضيف بيضة بدرجة حرارة المطبخ، طبعا البيضة بتاعتي يكون حجمها كبير. هنزلها كده على الخليط بتاعنا، وبعد كده نضيف باكت من الفانيليا. في المرحلة دي لازم أبدأ بخفق المكونات كلها مع بعضها، تندمج البيض مع السكر مع الخميرة علشان تبتدي الخميرة بتاعتي تتفاعل كويس. أما دلوقتي فيلا بينا نضيف المواد الجافة بتاعتنا. أنا هضيف هنا 700 جرام من الدقيق، يعني ما يعادل 4 كوبايات من الدقيق ممتلئة، وعليهم معلقتين كبار من الدقيق ممتلئة. تمام كده، الدقيق يكون متعدد الاستخدام. نضيف معانا نص معلقة صغيرة من الملح، وأبدأ بخفق المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده. أبتدي إن أنا ألم العجينة بتاعتي. أما في المرحلة دي لو حسيتي إن العجينة بتاعتك يابسة شوية، محتاجة حاجة شوية من السوائل، فممكن تضيفي الحليب بالتدريج لحد لما توصلي لمرحلة من العجينة بتاعتك تبقى ناعمة بالشكل ده، يعني تكون طرية جدا وبتلزق بالشكل ده. ده النتيجة اللي احنا طالبينها. تمام، تبقى العجينة طرية جدا. أما بقى اللي هيظبط العجينة بتاعتنا ويخلي ملمسها حريري جدا، فحبة الزبدة اللي احنا هنضيفهم دول، احنا هنضيف هنا 90 جرام من الزبدة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. أنا سبت هنا مكعب واحد بس من الزبدة، لو تلاحظوا هقول لكم هنستخدمه في ايه بعدين. هبتدي أول حاجة إن أنا أخلط المكونات بتاعتي بالشكل ده. هدخل الزبدة مع العجينة لحد لما أحس الملمس كده حريري جدا وناعم أوي في إيديا، وفي الوقت ده أحس إن العجينة بتاعتي مش بتلزق خالص. يبقى كده يبقى القوام بتاعها ممتاز جدا. تمام لحد كده. يلا بقى ننزل العجينة بتاعتنا كده على طول. انا مش بريحها خالص على فكرة، هبدأ فيها كده على طول. اول حاجة هفردها عندي كده، بس تكون البلانشة او الرخامة بتاعتي من تحت دهنية حاجة بسيطة جدا من الزيت، ما كترش قوي يعني. هقسم العجينة بتاعتي الاتنين. تمام، ولو تلاحظوا هنا هتحسوا ان العجينة طرية جدا جدا وملمسها ناعم قوي وانا بستخدمها. بصوا، خدت الجزء الاولاني وسبته كده جانبا، وهاخد الجزء ده واضيف معايا معلقتين ممتلئة من الكاكاو زي ما انتم ما شايفين كده. وبعد كده هنزل مكعب الزبدة اللي انا كنت سبته جانبا في الاول، وهبتدي اخلط المكونات مع بعضها. ادخل الكاكاو بتاعي في العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اعجنها لحد لما تختلط كلها ببعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه وتطلع بالمنظر ده. ابدا افرد القطعتين قدامي بالمنظر اللي انتوا شايفينه، وبعد كده افردها كويس جدا. وبعد كده اجيب القطاعة وابدا ان انا اقطعها قطع تكون الى حد ما متساوية، وابدأ ان انا اقطعها على 6 قطع، يعني كل قطعة تعمل لي 6 كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي ان انا اكور كل قطعة واعملها كورة وافردها قدامي. واهم حاجة البلانشة او الرخامة بتاعتي تكون مدهونة بحاجة بسيطة جدا من الزيت. تمام، واخد بقى التانية برضو اللي هي الابيض دي، وهبتدي اعمل لها كور بالشكل ده. خلصتهم كلهم خلاص، هاخد اول واحدة وهبتدي افردها اعملها قرص. وطبعا احنا عايزين حجمها يكون متوسط، يعني كأني زي ما بعمل قرص كده بالظبط. بصوا بالحجم ده، واخد اللي بعدها على طول وابدأ افرد فيها. ولما اجي ابدأ بالعجينة بتاعتي بعد ما اكورها بالشكل ده واعملها كور، اخد الاولاني اللي انا كورتها اول حاجة، لان هي بتكون استريحت معايا شوية. بصوا كده خلصت اللي هي الشوكولات، هبتدي اخد كمان الابيض وهبتدي افردها برضو بنفس الطريقة. المهم ان انا اخلص الكمية كلها بالشكل ده وافردها قدامي. وقبل ما اريح بقى العجينة بتاعتي، هاخد الصينية بتاعتي بالشكل ده. هبدأ ان انا اضيف فيها قطعة من الزبدة وحاجة بسيطة جدا من الزيت، وابدأ ادهنها كلها والحواف كلها لحد فوق. وخدوا بالكم احنا محتاجين تدهن كويس جدا، لان انا هسيب العجينة بتاعتي دي تريح او تختمر فيها.
فعشان كده أنا محتاجة حاجة تفصل الجوانب بتاعتنا، فأهم حاجة ندهنها كويس أوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والجزء اللي هو في المنتصف. طب أنا لو ما عنديش الصينية زي كده اللي هي بتكون مفتوحة من المنتصف بالشكل ده أعمل إيه؟ أجيب صينية عادي تكون الحواف بتاعتها عالية اللي هي بتاعة الكيك، وأحط كوباية في النص، وبعد كده أبتدي إن أنا ألف بقى حواليها العجينة بتاعتي. تمام كده. بص بقى انا هعمل ايه هنا عشان اسند العجينه بتاعتي اول ما احطها ما تقعش مني. لازم حاجه الاول اسند عليها. انا جبت كوبايه بالشكل ده تكون رفيعه شويه على قد الحجم بتاعها، وهبتدي اخد اول قرص واسنده بالشكل ده على الكوبايه. تمام لحد كده. وبعد كده اخد القرص التاني اللي هو الابيض، واسنده عليها تحتها بحاجه بسيطه. تمام. وبعد كده اخد اللي بعدها الشوكولات برضو، وانزلها تحتها بحاجة بسيطة جدا، وابتدي بقى ان انا الفها كلها بنفس الطريقة بالمنظر ده. سهلة جدا جدا على فكرة وبسيطة قوي. بصوا. واخد اللي بعدها وهكذا لحد لما اوصل لحد الاخر. بسيطة جدا وسهلة جدا. وهنا اول ما الاقي نفسي ان انا وصلت للاخر اشيل بقى الكوباية واحط القطعة الاخيرة. وكده خلاص نكون رصيناه بطريقة متناسقة جدا وبشكل حلو قوي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام لحد كده. ولازم طبعا العجينة بتاعتي تستريح شوية قبل ما ادخلها الفرن، يعني محتاجين ان هي ترتفع اكتر من كده الحجم بتاعها. فاحنا نعمل ايه لو احنا في فصل الشتاء ووقت البرودة شوية؟ هنعملها على حمام مائي ساخن بالشكل ده. المية بتاعتي تكون يعني دافية بس مش سخنة قوي يعني. فاهميني؟ واحط الصينية بتاعتي فوقيها بالشكل ده، واكون مغطياها لحد لما تختمر وتعلى. اما بقى لو فصل الصيف طبعا هنبتدي ان احنا نسيبها بس حاجة بسيطة او ربع ساعة، هنلاقيها ارتفعت اكتر من كده بكتير. بصوا هنا في المرحلة دي هي ابتدت ان هي ترتفع معايا شوية او تختمر. تمام هي كده على حمام الماء. وبعد مرور 30 دقيقة بالظبط لقيتها وصلت للمرحلة دي واختمرت خالص. وزي ما انتم شايفين كده وصلت لحد قبل الاخر بحاجة بسيطة. يعني اعمل حسابي ان هي كده ده اخر التخمير بتاعها، عشان لما ادخلها الفرن تبتدي بقى تاخد المساحة اللي هي اللي متبقية في حواف الصينية بتاعتي. تمام لحد كده. نكون بقى مجهزين الفرن بتاعنا 180 درجة، ونظبط الرف بتاعنا الرف الوسط. أما دلوقتي فيلا نجهز سائل التلميع بتاعنا. هنضيف معانا هنا صفار بيضة، وبعد كده هضيف معايا معلقة كبيرة من الحليب. هقلبهم كويس مع بعض، وهبتدي أدهن السطح بتاعها بالشكل ده. ويلا دلوقتي حالا ناخدها وندخلها الفرن بتاعنا. مدة التسوية من 25 ل 30 دقيقة حسب الفرن بتاعك. وبعد كده تطلع ما شاء الله بالنتيجة الهائلة اللي انتوا شايفينها ده. مرتفعة وهشة جدا. أول ما تطلع على طول وهي ساخنة هبدأ على طول بقطعة من الزبدة إن أنا أدهن السطح بتاعها بالشكل ده. هريحها قد إيه 5 دقايق تقريبا لحد لما تبرد كده شوية وتستريح معايا. بعد كده يلا بقى نقلبها علشان نشوف كمان القاعدة بتاعتها عاملة ازاي، تبقى كل حاجة واضحة قدامنا. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا. درجة التسوية بتاعتها مظبوطة ومش لازقة معايا في الصينية زي ما انتم شايفين. اما بقى عن الطراوة بتاعتها ما اقولكمش، حاجة رائعة. بصوا. طرية جدا جدا. هشة قوي قوي، عجينة ناعمة فعلا. بصوا زي ما انتم شايفين كده. رائعة رائعة. مكوناتها اقتصادية وسهلة جدا. انا هقلبها بقى الناحية التانية، انا خلاص اطمنت على القاعدة بتاعتها. هقلبها بقى في طبق التقديم. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده مرتفع قوي زي ما انتوا ما شايفين كده. هشة جدا. تعالوا نشوفها من جوه. بصوا. يلا نقطعها كده ونطلع قطعة. نطمن ونشوفها من جوه عشان كل حاجة نشوفها بالظبط. بصوا. قد ايه هشة قوي. وهي سخينة قوي على فكرة. لسه ما بردتش معايا. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي. ناعمة جدا جدا يا جماعة، ناعمة قوي. بصوا. خرافية بصراحة. خرافية المعنى خرافية. هشة جدا كأنها قطعة جاتوه كده بالظبط. بصوا لحد آخر قطعة. أنا برضو بفتحها وراها لكم. شايفين. والقطعة كمان اللي هي بالشوكليت لازم نشوفها. بصوا قد إيه ناعمة. رائعة فعلا.
وليكي طبعا الحرية في أسلوب التقديم بتاعها أو طريقة التقديم، إنك انت ممكن تقطعي قطعة منها وتضيفي عليها صوص شوكولاتة، أو ممكن تاخدي شريحة منها وتضيفي عليها كمان مربى. في كلتا الأحوال بتبقى حلوة جدا وجميلة أوي في التقديم. أتمنى تكون الوصفة النهاردة عجبتكم وجربيها وقوليلي عملت معاكي إيه، واستنوني في الوصفة الجاية إن شاء الله.